السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد مع وصفة جديدة، وتقبل الله صيامكم صالح الأعمال. وكنتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. وبالنسبة لوصفتنا اليوم بغيت نشارك معكم فطيرة بالثوم والخضر. صراحة كتجي هشيشة ولذيذة بواحد العجينة السحرية وبواحد الحشو اللي هو جد رائع ولذيذ. وكنتمنى أن الفيديو ينال إعجابكم، وكنتمنى أنكم تتابعوا الفيديو من الأول إلى الآخر. وبلا ما نطول عليكم إن شاء الله غادي ندوزو مباشرة المقادير وطريقة التحضير بإذن الله. المهم تابعوا الفيديو من الأول إلى الآخر، وشكرا لكم على المتابعة. بالنسبة للمرحلة الأولى كنحتاجو فيها ملعقة ديال الخميرة، ملعقة صغيرة ديال السنيدة، وكأس ديال الماء دافئ. كنخلطهم وتنخليها واحد 2 دقائق، يعني ماكسيموم 3 ديال الدقائق. هاد المرحلة هادي مهمة لأن الصراحة هي اللي كتخليكم أنكم ما تحتاجوش تدلكوا العجينة بواحد الجهد، يعني غير كتجمعوها بإيديكم. والصراحة هاد المكون هذا هو اللي كيعطي العجينة واحد الليونة الصراحة، واحد الهشاشة. وكما كتلاحظوا معايا من بعد ما كتخمر يعني كتكون ديك الفقاعات. وغادي ندوزو مباشره باش نجمعوا العجينه ديالنا اللي كنحتاجو فيها 2 كيسان ديال الدقيق الفينو، و3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، يعني ما يعادل 500 غرام، نص كيلو، يعني المجموع نص كيلو ديال الطحين، ربع ديال الكاس ديال الزيت. وعندي هنا الماء لجمع العجين، يعني الماء تقدروا تحتاجوا تقدروا ما تحتاجوش، شويه ديال الملح، يعني الملح ما تكثروش بزاف لان الحشو راه غيكون مالح. غادي نجمع المكونات غير بإيدي، يعني ما غاديش نحاول أنني ندلكها مزيان، غير غادي نجمعها وغادي نخليها ترتاح. بالنسبة للماء يعني ما خديتش منه، خديت منه غير واحد شوية. بالنسبة للحشو كنحتاج فلفلة مشلضة وبصلة مشلضة، وعندي كذلك بطاطا عديجة سلقتها قطعتها مربعات صغار، الثوم خليته بالزيت ديالو. صراحة الزيت كيعطي واحد البنة. التوابل عندي هنا الزيتون مشرمل مقطع، ميكس بين القوز بالمعدنوس وفص ديال الثوم. في مقلاة من بعد ما ضفت شوية ديال الزيت وسخليه، ضفت البصلة والفلفلة وخليتهم حتى بداو يعني تنزلوا شوية، عاد باش ضفت التوابل وغادي نضيف باقي المكونات. ومن بعد غادي نخلي الحشو ديالي يبرد، وغادي ندوز العجينه. بالنسبه للعجينه من بعد ما اختمرت غادي ناخذها وغادي نديرها على 2 كرات، وغادي نسرح الكره الاولى وغادي نضيفها، غنفرشها على الطاوه ديالي. انا دائما كنستعن بالطاوه ديال اللي كنخبز فيها الشيار مسمن، صراحه هي اللي كتجيني مزيانه، كطيب فطيره على خاطرها. وغادي نوضع الحشو، غادي نسرح الحشو على العجينه، وغنضيف الطبقه الثانيه من بعد ما سرحت العجينه على شكل دائري. وغنحاول انني نجمعها من الجوانب على هذه الطريقه اللي كتشاهدوا معايا، يعني بحال كنحاول انني العجينه الفوقانيه كنغطي بها العجينه التحتانيه. ضروري هذه المرحله هذه. قلت لكم انا كنستعمل طاوه ثقيله لانها بحال كتعصر ليا الطياب، يعني الفطيره كطيب على خاطرها، كطيب من الوسط مزيان وكتحمر ليا من الوجه ديالها. العكس الصفيحه كتكون رقيقه، يعني الفطيره دغيا كطيب وكتبقى خضره من الوسط. كنحاول انني تقبل كي يغدو، كنحاول نضغط عليها من الجوانب باش يخرج داك الهواء، وكندهنها باصفر البيض اللي ضفت فيه شويه ديال الخل. وكناخذ العجينه كنديرها حرابيل كما تلاحظوا معايا، وغنحاول غنني غادي نشكل واحد الشكل اللي هو حلزوني في وسط الفطيره. وفي الجوانب غادي نرش الزنجلان، وغادي ندخلها للفرن اللي ديجا سخنته، وغنخليها تحمر من التحت، وغادي نولي نديرها